النهاردة هنعمل أكلة بريحة زمان. الممبار المصري على أصوله، برز مفلفل وخلطة وهمية. هنمشيها خطوة خطوة من أول التنظيف ويطلع معاكي قشطة زي الفل، لحد ما تاخدي خطوة خلطة سرية. كل اللي يدوقها يسألك ازاي عملتيها وايه خطواتها وطلعت معاكي مظبوطة كده بالشعرة ازاي، مع طريقة سوا مظبوطة وبالوقت، وتحسبيها بالساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاول انا مسكت الممبار بتاعي كويس قوي كده بالملح والليمون لحد ما مبقلهوش في اي جزء كده خشن او مش حلو. وبعد كده عملت له محلول النقع المفضل بالنسبه لي، لترين ميه ومعلقتين دقيق ومعلقه نشا ومعلقه ملح ومعلقه سكر. نقعته فيهم نص ساعه وبعدين غسلته تاني كويس وقلب. شلت الكلام ده كله على جنبه عشان نعمل خلطه حلوه بقى كده. لازم ندلعها شويه. طاسه حطيت فيها شويه زيت ونزلت بقى بحتتين ليا ضاني كده متدلعين. قطعتهم مكعبات صغيرة. اديت لهم تشويحة لما ريحتهم بس طلعت مش عايزاهم يلونوا على اي حاجة. نزلت عليهم كوباية من البصل المتقطع. شوحتها كده بقى يا دوب خدت لون بسيط قوي ونزلت عليها بصلصة الطماطم. الصلصة بتاعتنا عشان تدينا لون حلو، سبكوها الاول نص، يعني تسبيكة الاول لوحدها وبعدين حطوها على الصلصة. سيبوها بقى كده زي امهات زمان لحد ما الزيت بتاعها يفصل علشان تديكم قوام حلو كده. وبقى ايه لون خطير وفلفلة حلوة قوي للرز. علشان نعمل الرز بتاعنا بقى كده انا هنا هعمل 2 كيلو ممبار. كل كيلو ممبار هياخد كيلو الا ربع من الرز، على حسب طبعا حجمه وعلى حسب الحجم اللي انت هتحشيه بيه. ولكن الكيلو بيكون عليه كيلو الا ربع كويس قوي. حطيت بقى هنا كيلو ونص من الرز ونزلت عليهم بالصلصة، وبصلاية كبيرة متقطعة مبشورة. ونزلت عليهم بقى كده بخمس ربطات من الخضرة. يعني تقدروا تزودوا في الخضرة او تقللوا، ولكن خمسة على الاتنين كيلو رز، الكيلو ونص رز سوري هيبقوا حلوين قوي. قلبتهم كويس قوي بقى كده مع معلقتين زيت علشان يبقى مفلفل وحلو. وهنبدأ ناخد جزء جزء، يعني وانتوا بتعملوا ما تشتغلوش في نفس الطبق تحسبا لان يفيد منكم حاجة فما تبقاش مش حلو. ركزوا بقى هنا انا بمسكها ازاي. ما بين الثلاث صوابع الابهام والوسطى تقريبا. هنمسكها كده ونعملها زي البالونة. وبعدين بقى بالمعلقة او بايديكم زي ما تفضلوا وتحبوا، ولكن بالمعلقة هتلاقوها اصلا سهلة قوي وحلو. ابدأوا بقى كده دخلوه. وانتم بتاخدوا مقاسات الممبار يعني خلوه كل تقطيع على قد الصباع، علشان تبقى سهلة معاكم. اللي هو مثلا انتوا هتعملوا كمية، لو هتعملوا 5 كيلو مش هتاخد في ايديكم ساعتين. ساعتين ساعتين وقت كتير اصلا. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، الطريقة دي حلوة ومنجزة قوي. تاني ركزوا بقى كويس. بندخل الثلاث صوابع بصوا مفتوحة معانا اهي زي البالون، وبنسيبها نازلة كده لتحت علشان نقدر ندخل الحشوة بتاعتنا بشكل كويس وتبقى سهلة معانا. في الوقت اللي انا بقى بكمل فيه الحشوة دي بتاعتي انا ببقى حاطة على النار مية بتغلي. المية اللي بتغلي مش هنحط فيها اي حاجة. علشان تعملوا ممبار بوبس بقى هنحشي واحدة طويلة قوي. هنبدأ بالخيط بقى كده نعملها شكل كور صغير. ما تضغطوهاش رز قوي، يعني خلوا فيها فراغ علشان لما يستوي ما تنفجرش معاكم او تبقى مش حلو. واكدوا الرباط كويس يا جماعة علشان كلهم ما يفتحوش على بعض. يعني كل واحدة اربطوها كويس قوي علشان تطلع معاكم حلو. بصوا بتبقى شكلها كور كده بتبقى حلوة قوي. خلصتها بقى كده زي ما انتوا شايفينها وطلعت معايا اللهم بارك جميلة اللهم بارك حلوة قوي، حشوتها سهلة. الخلطة ريحتها خطيرة قوي قوي. التوابل اللي انا حطيتها هسيبها لكم مثبته في اول تعليق. الميه بتاعتي بقى هنا غلي. طيب، علشان بقى ما يفرقعش معاكم وما يتمليش ميه والرز ما يفضاش بكميه كتيره، تبقى يا دوب حاجه بسيطه كده. ما تخلوش الميه وهي مغليه على الاخر، يعني هنخليها تغلي وبعدين نرفعها على النار ونستنى دقيقتين 3 وبعدين ننزل الممبار بتاعنا، علشان تكون الميه هديت فما ينفجرش معانا. نزلوه بقى كده وهنحط عليه بصلايه كبيره وشويه ملح وفلفل اسود. وتقدروا تضيفوا طبعا اي نوع من التوابل تحبوه. هياخد معاكم بالظبط 20 دقيقه على البوتاجاز من بعد الغليان. وهنسيبه دقيقتين جوه الشوربه وبعدين نشيله من الشوربه. عايزه اقول لكم دي اظبط وانجح طريقه. الرز هيطلع مفلفل مستوي دايب حرفيا كده وبيدوب، وفي نفس الوقت ماسك نفسه. البوبس بقى بعد ما طلعت هنبدأ نفصلها بالمقص وشيلوا الخيوط الزيادة كده. وابدأوا بقى حمروه. طيب، علشان بقى ما يتحرقش مننا ولا ينشف ولا يبقى مش حلو، احنا عايزينه محمص وفي نفس الوقت طري واخد لون حلو من غير ما يتحرق. هنرفع الزيت من على النار بعد ما يسخن، هننزل ونرجع على النار تاني. ندي تقليبة او خلاص لو تمام بدأ ياخد لون خفيف كده ولونه بقى حلو، هنرجعه تاني على النار.
اللي هو فيما معناه حافظوا على سخونة الزيت، ما يسخنش معاكم قوي علشان ما يتحرقش. لو اتحرق هيديكم مرارة مش حلوة، وهيبقى ناشف كده وليه عضة مش حلوة، فانتوا حافظوا على طرف. هستنى بقى رأيكم في التعليقات، وتعملوا لايك كتير قوي، شير للفيديو. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم. وصحة وهنا.